اللوحة اللي قدامك دلوقتي بيتقال عليها قصص وحكايات كتير مرعبة، زي مثلا إن في ناس شافتها وبعد كده بدأت تحلم بكوابيس، وناس تانية شافت أشخاص بتخرج من اللوحة وتتكلم معاهم. ودي نفس الفكرة اللي جت في مسلسل أبواب الخوف، لما كان في حلقة بتتكلم عن لوحة مسكونة، وكانت عبارة عن رسمة لواحدة ست واضح على ملابسها إن هي أميرة أو واحدة من الملكات القدام. لكن اللوحة بتاعت النهاردة اتقال عنها إن هي قتلت ناس كتير، أو بمعنى أصح كانت السبب ورا موتهم. وعشان خاطر الكلام ده كله فكانوا صنفوها على إن هي واحدة من أخطر اللوح المسكونة حول العالم. تخيل كده إن في شخص من ضمن الناس اللي احتفظت باللوحة دي في بيوتهم قدر إن هو يوثق فيديو بيظهر فيه خروج الأشباح من اللوحة وبتتكلم مع بنته الصغيرة. وساعتها البنت قعدت تصرخ بسبب الكلام ده، ولما جه يعرض الفيديو على الخبراء أو المختصين اتفاجئ إن الفيلم اتحرق أو باظ لوحده قبل ما أي حد يشوفه. أنا عارف إني طولت عليك في المقدمة، ودلوقتي تعالى اختصر لك الحكاية بشكل سريع. بالنسبة للناس اللي سألت ليه التفاعل على القناة قليل بالرغم إن الفيديوهات حلوة أو بتعجبهم، فأنا شايف إن في بعض المتابعين بتنسى تعمل لايك، وأنا عن نفسي ما بحبش أتكلم كتير عن الدعم، وبهتم أكتر بموضوع الفيديو. في سنة 1972 قام الفنان ستونيهام بيل برسم اللوحة اللي بنتكلم عنها. واضح في الرسمة إن فيها طفل صغير وجنب منه الدمية الخشبية بتاعته، ولو ركزت كده معايا هتلاحظ إن في أكتر من كف يد موجود على الباب اللي وراه في اللوحة. القصة بتقول إن واحد من المتاحف المشهورة اللي بيتعامل معاها الفنان طلب منه إن هو يرسم له صورة جديدة علشان يعرضوها عندهم في المتحف. وقتها الفنان ما كانش مجهز أي حاجة أبدا، وساعتها رسم اللوحة ديت بشكل سريع وقال إن هي من وحي خياله. واتضح بعدين إن هي ما كانتش من وحي خياله، والطفل اللي في اللوحة هي صورة الفنان ذات نفسه لما كان طفل صغير. والدمية الخشب اللي معاه في اللوحة فدي والده كان جابها له هدية زمان، وعلشان كده حب يخلد الذكرى بتاعت اليوم ده. بالنسبة لرسمة الكفوف اللي بتظهر على الباب اللي وراه، فده كان كابوس مرعب كان بيحلم بيه على طول وهو صغير، ودايما بيراوده في كل أحلامه. ومن خلال الذكريات اللي فاتت دي فكان استنبط الفنان اللوحة اللي بنحكي عنها. وبالمناسبة هو بنفسه اللي قال المعلومات دي. المهم بعد ما خلص اللوحة راح اداها لصاحب المتحف وأخد تمنها. الراجل أول ما شافها بقى مندهش بيها جدا، وحاسس إن هي بتحمل رسالة معينة. يعني الموضوع مش مجرد لوحة وخلاص. ما كانش عارف ايه اللي شده للصورة دي من دون كل اللوح اللي هو اشتراها من الفنان قبل كده. شعور داخلي بيقوله إن اللوحة ديت فيها أسرار غامضة ومرعبة في نفس الوقت، لكن إيه هي ما كانش قادر يحددها أو يوصل لأي حاجة أبدا. وفي الروحة والجاية بقى يقف قدامها كتير ويسرح في كل تفاصيلها ويتأمل فيها كأنه بيشوفها لأول مرة، وزي ما يكون كده عليها سحر أو لغز غامض بيشد الناس إن هي تشوفها. بعد فترة قصيرة صاحب المتحف كان اتوفى في ظروف غامضة، وهنا بعض العمال اللي شغالين في المتحف ربطوا أحداث وفاته باللوحة وقالوا إن هي السبب، ومحدش يعرف ليه هم قالوا كده. هل مثلا لأنه كان بيقف قدام اللوحة كتير؟ وليه أصلا ما كانش بيقول لحد الأسباب اللي بتخليه يستغرب منها؟ على كل حال الموضوع ده عدى وما بقاش في حد يتكلم كتير عنه. بعد كده بدأت الزوار تشتكي من اللوحة دي، منهم اللي قال إن هو سمع أصوات غريبة بتهمس في أذنه أول ما قرب منها. شخص تاني فضل يتأمل فيها شوية، ومرة واحدة وقع على الأرض أغمى عليه من غير أي سبب. أكتر من زائر للمتحف يقول نفس الرواية. أول ما بيركز في الصورة بيلاحظ إن الطفل اللي فيها بيتحرك من مكانه. ومرة كان في واحدة من الزوار أول ما ركزت مع اللوحة فضلت تصوت بشكل هستيري من كتر الرعب والخوف اللي كانت فيه. ولما الأشخاص القريبين منها سألوها عن اللي حصل لها أو السبب اللي خلاها تصرخ، فقالت إن الدمية اللي في الصورة اتحركت من مكانها وشافت الطفل وهو بيبصلها وبيتكلم معاها. ومن الصدمة فقدت الوعي وفضلت تصرخ من غير ما تحس بنفسها أبدا. طبعا الناس أو الزوار بدأوا يهدوها وقالوا لها إن الموضوع أكيد تهيؤات مش أكتر من كده، وفي منهم اللي نصحها إن هي لازم تراجع الطبيب النفسي. بسبب كل الأحداث اللي فاتت دي بدأت ناس كتير تتكلم عن اللوحة وإن هي فعلا حاجة مرعبة وبتحمل أسرار كتير وألغاز مجهولة. ومن كتر حكايات الناس عنها قرر واحد من نقاد الفن إن هو ياخدها معاه البيت ويحاول إن هو يدرس الموضوع أكتر، يمكن يوصل لشيء جديد وبعد كده يكتب الحكاية بتاعتها أول ما يوصل لفك الشفرة.
وللأسف اتوفى بعدها بوقت قصير قبل ما يحكي للناس إيه اللي هو اتوصل له. وطبعا أسرته كانت اتشائمت من اللوحة دي وقاموا رجعوها فورا للمتحف قبل ما تأذي حد منهم، وكفاية أوي اللي حصل من وراها حسب اعتقادهم. ساعتها المسؤولين عن المتحف قرروا إن هم يبيعوها بأي تمن ويخلصوا منها للأبد. وقتها اشتراها الممثل الأمريكي جون مارلي، وبعدها بفترة قام اتوفى في ظروف غامضة. وقتها الكل ربط أحداث وفاته بسبب إنه اشترى لوحة أو رسمة مسكونة بالجن. في سنة 1984 اللوحة ديت كانت اختفت، ومحدش عرف هي راحت فين ومين اللي اشتراها. وفي سنة 2000 كانت ظهرت مرة تانية مرمية على الأرض خلف محل بيبيع خمور. ساعتها لقاها شخص من الناس اللي بتبحث في النفايات، وأول ما شافها انبهر بيها جدا، وقال ازاي لوحة فنية عظيمة زي كده تترمي على الأرض بالمنظر ده. الظاهر كده إن أصحابها مش عايزينها، أو ناس مش بتقدر القيمة الفنية للوح الجميلة. ومن الواضح كده إن أخينا ده ذات نفسه هو اللي مش فاهم حاجة عن تاريخ اللوحة المرعب. المهم أخدها ومسحها من التراب وراح باعها لأسرة بتهتم باللوح الفنية. الناس دي أول ما اشترتها بدأت تلاحظ حاجات غريبة ومرعبة بتحصل عندهم في البيت. مثلا الأشياء بتختفي من مكانها، الأب كل ما ينام لازما يحلم بكوابيس، لو زوجته شافتها تفضل تشتكي إن هي خايفة منها جدا. وفي مرة صحي من النوم على صوت بنته الصغيرة وهي عمالة تصرخ بشكل هستيري جوه الأوضة بتاعتها. ولما جري بسرعة عليها وسألها عن اللي حصل، قالت إن الدمية اللي في الصورة بتضرب الطفل الصغير. والولد فضل يكلمها وطلب منها المساعدة، وإن هو خرج من اللوحة وطلب منها تدخل معاه جوه اللوحة. وعشان كده هي اترعبت جدا وفضلت تصرخ من الموقف ده. لكن طبعا الأب في البداية قال إن هي مجرد تهيؤات لعيلة صغيرة مش أكتر من كده، والكلام ده من سابع المستحيلات إن هو يحصل. لكن مع تكرار نفس الموقف مع بنته الصغيرة، وهو كمان ذات نفسه كان بيشك في اللوحة، فقرر في النهاية إن هو يحط كاميرات مراقبة في الأوضة بتاعتها ويشوف إيه اللي بيحصل معاها، وهل الكلام ده فعلا ولا مجرد تهيؤات. ولما رجع التصوير تاني يوم بعد ما بنته صرخت، اتصدم لما شاف الطفل والدمية خرجوا من اللوحة، وظهر كمان حواليهم مجموعة من الأشخاص المجهولين. من الآخر أشباح حسب ما الرواية بتقول. وزي ما قلنا في أول القصة، لما عرض شريط الفيديو أو الفيلم ده على المختصين اتفاجئ إن الفيلم اتحرق قبل ما حد يشوفه. وطبعا في النهاية محدش صدق ولا كلمة من كل اللي هو قاله. القصص حوالين اللوحة ديت كانت كتيرة جدا، ومحدش يعرف هل هي فعلا مسكونة بالجن ولا مجرد قصص وهمية. أنا عن نفسي حبيت أشارككم الفكرة، والحكم ليكم انتوا في التعليقات. ولحد هنا الفيديو انتهى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد أنا بقدمه. أهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي، وآخر حاجة شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وأقدر أستمر معاك الفترة اللي جاية. وسامحوني بسجل وأنا تعبان شوية. سلام.